معقول كيلو الفسيخ وصل ل800 جنيه؟ ده أنا بصراحة ما صدّقتش نَفْسي وما صدّقتش وداني لمّا سمعت إن كيلو الفسيخ وصل ل800 جنيه. طبعًا في شم النسيم كُلّنا متعوّدين ناكل الأسماك المملّحة، زي الرنجة والفسيخ طبعًا إخواتنا الأقباط كل سَنة وهُم طيبين. إحنا طبعًا كمصريين أو في العالم العربي مش عارفة في برّه مصر بتحتفلوا برضه وتاكلوا كده الأسماك المملّحة، السردين والفسيخ والكلام ده كُلّه. المهم طبعًا أنا طبعًا ما باكلش الفسيخ صراحة، ما باحبوش يعني. أنا طبعًا مين زيي ما بيحبش الفسيخ يا ريت يكتب لي في الكومنتات، واللي بيحب الرنجة زيي وكمان السردين والحاجات المملحة الجميلة دي برضه يكتب لي في الكومنتات. لكن طبعًا لو جيتِ تدوّري على الشعب كله تقريبًا 99% بيحبوا الفسيخ. طبعًا لازم طبعًا الفرعون الكبير الصغير بتاعنا ما شاء الله بيحب الفسيخ، فلازم جبت كده حوالي كيلو وربع، يعني المهم كيلو ونُص إلا شوية صغيرين. طلعوا ال3 قطع زي ما أنتم شايفين. بكام دول يا حلوين؟ الكيلو ب150 جنيه، يعني كيلو وربع. المهم العملية كلّها ما وصلتش ما كمّلتش 200 جنيه. هتعملي كيلو وربع من الفسيخ، عايزة أقول لِك يعني نضيف جدًا، جدًا على قد ما تقدري. طبعًا ما ليش دعوة يعني، المهم أنا هاعمله بالطريقة السليمة الصحية. أهم حاجة إن أنتِ غاسلاه كويس ومنضّفاه وعاملة وعارفة كويس أنتِ بتعملي فيه إيه. طبعًا جِبت الفسيخ كده وسِبته حوالي ساعتين 3 في الكيس بتاعه زي ما هو جاي من عند ال السماك يعني. المهم جِبته كده وغسلته كويس وطبعًا راسه لتحت، راسه لتحت شطفته شطفة خفيفة خالص. بعد كده جِبت شفشة زي ما أنتم شايفين أو تجيبي أي حاجة، المهم يعني لازم يكون واقف راسه لتحت كده، وطبعًا ديله لفوق. أهم حاجة نضّفته كويس وحاولت أنشّف الديل بتاعه وجسمه كده. طبعًا زي ما أنتم شايفين ما شاء الله المغشوش بتاعه لازم يكون أحمر وردي، حاجة كده يعني من الآخر كده السمكة بتاعتِك لازم تكون طازة، نضيفة وطازة. وطبعًا كل ما كان حجمها أكبر كل ما كان أحلى وأحسن. كل ما كانت الفسيخة أو البورياية كبيرة معاكِ، طبعًا الطُبار اللي هو راسه صغيرة، اللي ما بتعرفش تشتري الفسيخ أو الطُبار، الطُبار راسه صغيرة، لكن الفسيخ راسه كبيرة. طبعًا البوري هو اللي بييجي علشان خاطر التفسيخ أو التخليل يعني زي ما بنقول الأسماك المملحة. سِبته حوالي كده 3، 4 ساعات عشان يصفّي كل أي سوايل فيه. دي أهم خطوة. شايفين طبعًا ما شاء الله المناديل كلّها طبعًا شربت كل السوايل اللي جواه. برضه هنسكت على كده؟ لأ مش هنسكت، هنجيب بقى كده بورياية، بورياية وييجي من عند النغشوش كده وبالمناديل بتاعتِك تمسكي تنشّفيه خالص على قد ما تقدري. تفضلي تعملي الحركة دي مرّة و2 و3 لحد ما تحسّي إن البورياية بسم الله ما شاء الله أو السمكاية في إيدِك بقت ناشفة خالص. طبعًا في ناس كتير جدًا بتحب طبعًا طُرق مختلفة. في ناس بتحب تحُط على الملح شطة، في ناس بتحُط ملح بس، في ناس بتحُط طُرق تانية مختلفة وكُركُم وحاجات كتيرة كده. بس الطريقة الأصلية الصحية السليمة اللي جدودنا وأهالينا طلعنا لقيناهم بيعملوها، الملح الخشن بس. ولو ما عندكيش ملح خشن في ملح برضه اللي هو البونو ده، بس حبيبات كده، ده اللي أنا جِبته صراحة. هتبدئي كده تمسكي سمكاية، سمكاية من السلسلة، اوعي تيجي جنب البطن. بالسلسلة كده تبدئي إيه، بإيدِك كده تعملي لها مساج، تعملي للسمكاية إيه، حلوة، مساج بالراحة خالص كده. طبعًا لأول مرة تعمل الفسيخ اعمليه وبجد، بجد صدقيني لو مشيتِ بنفس الخطوات اللي أنا باعملها هيطلع معاكِ جميل. أنا عملته مرتين 3 صراحة كل اللي أكل منه، لإن أنا ما باكلوش زي ما أنا قُلت لكم، كل اللي أكل منه بيقول لي خطير. المهم كده زي ما أنتِ شايفة، جِبت تاني برضه رجعت تاني حسيت إن لسه في سوايل في راس البورياية وكمان في بُقّها. جِبتِ مناديل كده وعلى قد ما تقدري حُطّي منديل في كل جنب، لازم تكوني مطلّعة المناديل كده ما فيش فيها أي سوايل. امشي على الخطوات واحدة، واحدة، وبجد هيطلع معاكِ حاجة كده ولا في الخيال. بدل ما تروحي تجيبي ال3 سمكات دول يوم شم النسيم أو قبلها بيوم، صدقيني هتجيبيهم ب400، 500 جنيه. طبعًا إحنا سامعين أسعار خيالية السنة دي في الفسيخ صراحة. على إيه أنا مش عارفة، مع إنِّك أنتِ لو أول مرّة تعمليه صدقيني لو عملتيه بنفس الطريقة هيطلع معاكِ ممتاز جدًا، جدًا وملحه مضبوط وخليكِ معايا متابعاني. بس ما تنسينيش بقى بلايك جميل منِّك وشير للفيديو لو عجبِك الفيديو، وابعتيه لأصحابِك وحبايبِك اللي بيحبوا الفسيخ وقولي لهم كل سنة وأنتم طيبين، وابعتيه لأصحابِك وحبايبِك برضه الأقباط قولي لهم كل سنة وأنتم طيبين، وجهّزوا يالّا معانا الفسيخ علشان تاكلوا إن شاء الله الفسيخ بقى والبصل الأخضر بقى وإيه، وعايزاكم بقى تزقططوا في اليوم ده. ما تنسيش بقى تعرّفيني بتتابعيني من أي مكان داخل مصر والّا خارج مصر، ويا ريت تعرّفيني كمان بتاكلوا عندكم الفسيخ وبتحبوه والّا لأ.
إحنا كمصريين بنحب الفسيخ، هُم بيحبوا الفسيخ ما لكوش دعوة بيّا طبعًا، هتعملي أجمل وأحلى فسيخ بجد، بجد، وحاجة نضيفة وحاجة أنتِ غاسلاها وحاجة أنتِ عارفة كمان عاملاها إزاي. طبعًا بعد ما نشّفته كده جِبت الملح الخشن شوية، اللي هو الملح البونو ده اللي هو حبيبات صغيّرة ده. في ملح خشن خالص يعني اللي هو الملح بتاع التخليل بس ما كانش عندي هو هيكون أفضل. هتمسكي كده النغاشيش بتاعة البورياية وتحشيها وكمان بُقّها وتحشيها ملح. بُصّي، اعملي زي ما أنا باقول لِك كده. طبعًا في ناس هتقول لي السمك البوري ده لو عملته النهارده هيلحق شم النسيم؟ أيوه هيلحق. إحنا الجو حَر جدًا، جدًا عندنا في مصر، مش عارفة عندِك برّه مصر الجو عامل إزاي. لكن الجو جوّه مصر عايزة أقول لكم الأيام دي بصراحة بسم الله ما شاء الله عايشين في مش عارفة أقول لكم إيه الحقيقة، هو الجو حَر جدًا، جدًا. هو حوالي أسبوع، 8 أيام بالكتير جدًا، جدًا هتاكلي أحلى فسيخ. تابعي الخطوات واحدة، واحدة كده وزي ما أنتِ شايفة كده امسكي الفسيخ احشيه النغاشيش كلّها طبعًا بعد ما نشفت خالص، خالص ما عادش في أي سوايل، وخلّي الفسيخة واقفة على ضهرها، خلّي البطن لفوق والضهر لتحت. هاقول لِك دلوقتي هتجيبي بقى طبعًا كده إيه 15 كيس، 15 كيس هتجيبي كده 3، 4، 10 أكياس وتجيبي الكيس معاكِ الكبير يكون تقيل الأولاني ده، وهتقومي حاطة فيه إيه، حاطة فيه كده شوية ملح، معلقتين ملح أو 3 معالق ملح كده، وتقومي رصة البوري بتاعِك حسب الكمية، وتقومي حاطاه على ضهره. أنا طبعًا ال3 بوريات دول عشان بس إيه، ما فيش حد عندي كتير بياكله، وأنا حبيت أعمله معاكم. لإنه فعلًا طريقته سهلة جدًا، وهتجيب كده حوالي يعني حفنة من الملح كده صغيرة برضه مش كبيرة أوي، وهترشي على بطن السمكية وعلى ضهر السمكية، وهتقومي جايبة إيه، طبعًا باقول لِك خدي بالِك أنا حاطاه على ضهره، وهتقومي قافلة الكيس كويس جدًا، جدًا، أهم حاجة تخرّجي الهوا كويس جدًا عشان البكتيريا. طبعًا السمك بتاعنا ما شاء الله هيكون نضيف جدًا وزي الفل، أهم حاجة اقفلي الأكياس كويس جدًا، جدًا، وكيس جوّه كيس، جوّه كيس، حسب ما ربنا يقدّرِك بقى، أهم حاجة طبعًا ده كلّه عشان إيه، علشان الريحة بتاعته، ما شاء الله الناس اللي بتاكل الفسيخ عارفة إن ريحته بتكون جميلة كده، ربنا يسامحني طبعًا. هي أسماك مملحة ودي عادات وتقاليد جدودنا، مش عارفة برّه مصر بتاكلوا الفسيخ والّا لأ الحقيقة، بس أنا أعرف ناس من الجزائر حبايب قلبي ما بيحبوش الفسيخ وما بياكلوهوش، مش عارفة بس جرّبوه بجد هيعجبكم. طبعًا أكياس كتيرة بقى كده، أنا حاولت أصوّر معاكم كام كيس كده حوالي 5 أو 6 وكيس وتطلّعيه الهوا وتربطي، وكيس وتطلّعي الهوا وتربطي، أهم حاجة طبعًا اوعي تحطيه في التلاجة، لأ، ده بيتحط في فرن البوتاجاز أو مثلًا في أي في علبة مقفولة، والعلبة المقفولة حطيها كمان جوّه كيس، لإن طبعًا كل ما تقفلي عليه كويس جدًا، كل ما الريحة بتاعته تختفي. هتقفلي كويس جدًا، جدًا، لإنه طبعًا سمك ودي حاجة حية، فأكيد طبعًا بعد ما تتملّح طبعًا أكيد هتكون إيه، ليها ريحة. حاولي بقى تقلّبي الأكياس الكيس بتاعِك فوق وتحت كده كل شوية، علشان طبعًا الملح يوصل لكل جزء من السمكية، وإن شاء الله تاكلي أحلى فسيخ بألف هنا وشفا، وكل سنة وأنتم طيبين، وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة مع بعض إن شاء الله.